شاء الله عندنا طاجين بالدجاج والبسباس كيجي على هذا الشكل هذا بحال هكا غداغ زوين. عندنا ان شاء الله في المقادير قياس ديال الدجاج كله ياخذ القياس ديال وليداتو ديال العائله اللي عنده. عندنا تقريبا 2 بسباسات ملقين ومغسولين على هذا الشكل. عندنا مطيشه محكوكه، عندنا بصله صغيره، عندنا 3 الفصوص ديال الثومه، 2 معالق ديال القزبره المعدنوس. عندنا في التوابل عندنا الخرقوم معلقه، عندنا الابزار، عندنا التحميره، عندنا سكينجبير، عندنا الملحه. خدينا بانيو درنا فيه داك الدجاج ديالنا مغسول على حقو طريقو بالمليحه وبالحامض. درنا التوابل، درنا القزبر المعدنوس، درنا البصيله، درنا الثومه، درنا اش يقول لها مطيشه، درنا كلشي العطريه كامله اللي شفتو معنا محطوطه. غنديروا شويه ديال الماء باش نخلطوا هاد التوابل هذا مع الدجاج وندخلوها في الدجاج ونحطوا واحد شويه تترقد لينا التوابل في الدجاج واحد ربع ساعه تقريبا، ولا قسمين، ولا كنتي مزروبه واحد القسمين وكنتي مزروبه تخليها حتى ربع ساعه تقريبا تحركيها مزيان بحال هكا في التوابل. داك الدجاج ديالنا يشرب من داك التوابل. عرفتي الطاجين هذا جربوه وردوا عليا كيجي خطير. خدينا طاجين ديالنا اللي كنطيبوا فيه، حطيناه في داك الدجاج ما تيلصق ما والو هكايا، حطينا فيه داك الدجاج بحال هكا كاينه. خدينا ديك العطريه اللي بقات في ديك العطريه اللي كنا درنا فيها الدجاج وحيدنا حطينا في الطاجين، درنا فيها اللي بقات عندنا في البانيو او البول او لا فاش كتحركوا اي حاجه. خدينا داك البسباس هذا مرغناه في ديك العطريه مزيان بحال هكا كيما شفتوا بحال هكايا، وزينا البسباس ديالنا وبدينا كنستفوا في الطاجين على هذا الشكل هذا كيما شفتوا معايا. البسيبيس ديالنا بحال هكايا كنستفوا فيه بحال هكا. البسباس بعدنا نقيناه وغسلناه وقادينه على هذا الشكل هذا بحال هكايا، بدينا كنستفوا فيه الطويجين ديالنا بحال هذا الشكل هذا. عرفتي غادي يطيف داك المويهه اللي شفتوا اللي كاينه اللي خلطنا به غيطيب. ما غنزيدوش فيه الماء، عرفتي غادي يجي زوين وغادي يجي وغادي يجي معلك داك الطاجين ديال البسباس. جربوه غتوليو عندكم اش يقولوا هذه وقيته ديال البسباس، غادي يولي عندكم هاد الطاجين ديال البسباس هو المعتمد عندكم في الدار. نتوما خدينا ديك العطريه النيت اللي باقا لينا بحال هكايا درنا فيها البطيطه ديالنا. اللي بغى يدير بطيطه بحال هكا للوليدات اللي عنده الوليدات يدير هكا بطيطه بحال هذا الشكل هذا بحال هكايا. انتما غتشوفوا معنا غنستفوا البطيطه ديالنا حتى هي بحال هكا في الطاجين. كله كيستف على طريقته، كاين اللي كيحط غير كيحط شي، ولا كاين اللي كله كيستف على طريقته بحال هكا. وين ما نستفوا هذا هو الطويجين ديالنا. هانتوما درنا فيه هاد العطريه ديالنا بحال هكايا اللي بقات لينا بحال هكا من الفوق بحال هذا الشكل هذا. درنا واحد شويه ديال الماء تقريبا 2 المعالق تقريبا ديال الماء هي اللي غزدنا في الطاجين. غنزيدوه في الجناب بحال هكا كيما شفتوا معانا بحال هكايا. هانتوما هذا هو فاش غيطيب لنا الطاجين. ما غنزيدو فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، غادي يطيب لنا الطاجين ديالنا. نتوما هو ملي غيكون يتجالف فوق البوطه نتوما غتشوفوا. حنا دابا غنحطوه فوق البوطه ديالنا، ها هو كيتجالف فوق البوطه. شفتوا هو فوق البوطه كيتجالب بين الطويجين ديالنا. نتوما شفتوا كيجي معلك الطويجين وكيجي زوين وكيجي خطير. ما تنساوناش من لي لايك ومن لي بارطاج ومن كومونتير خواتاتي الغزالات خارج المغرب وداخل المغرب، وديروا لنا كومونتير زوين ولايك قد ما قدرتوا، بارطاجيو مع الاصدقاء ومع الاحباب. الله يجازيكم بخير. هذا هو الطاجين ديالنا، ها هويا بعد ما طاب لينا. شوفوا كي كيجي مدغمر ومغلق